الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه الحلقة الثانية من برنامجكم لطائف وعبر مع أزكى السير، وحديثنا اليوم عن رجال لا كالرجال وأبطال لا كالأبطال. إنهم صحابة رسول الله الشم الأباه، إنهم أنصار الدين من فدى الدين بنفسه وماله وأهله وعياله. إنهم من قال الله فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. هم السابقون الأولون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنهم الرجال أخرجوا من ديارهم وطردوا من أوطانهم وحرموا من أموالهم، وكل هذا في سبيل الله. وقد حفظ الله مآثرهم وذكر مواقفهم وبين مفاخرهم وتاب عليهم مع ما شهد لهم به من الصدق والإيمان والبر والإحسان. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. منهم من كلمه الله بلا ترجمان، ومنهم من غسلته الملائكة، عباد ليل ونهار، وأصحاب ذكر واستغفار، ليلهم قيام ونهارهم صيام. قال ابن مسعود رضي الله عنه في وصفهم: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: الصحابة كلهم في الجنة ولا يدخل أحد منهم النار. واستدل بقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وبقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومع هذا يأتي رافضي كذاب ومنافق مغتاب ليسب الصحابة الأعلام ويطعن بالحماة الكرام. خسئ وانتكس، لعنه الله وأخزاه وأبعده وأغداه. أليس قد قال رسول الله: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. ومن سبهم فذلك لا يضرهم، بل هو رفع لدرجاتهم وعدم قطاع لأجرهم، كما قالت عائشة حين قيل لها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر. هم خير الناس وأطهرهم وأفضلهم وأنبلهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فتعلموا شمائلهم وذبوا عن أعراضهم، وكونوا ممن قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال صاحب الطحاوية: ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونختم بقول الإمام ابن قيم الجوزية في قصيدته الذهبية عن أصحاب خير البرية: يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، واسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة ما الدرب ذات شمال، تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال، درجوا على نهج الرسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الأحوال. نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى، فمآله في الحشر خير مآل.
القانتين المخبتين لربهم الناطقين بأصدق الأقوال التاركين لكل فعل سيء والعاملين بأحسن الأعمال أهواءهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول الغالي عملوا بما علموا ولم يتكلفوا فلذلك ما شابوا الهدى بضلال وسواهم بالضد حتى إنهم تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال فهم الأدلة للحياة من يسير بهداهم لم يخش من إضلال وهم النجوم هداية وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال يمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق